السلام عليكم. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الدجاج البروست او دبابيس الفراخ المقرمشة. هنعملها بطريقة سهلة وفي نفس الوقت تكون ناجحة ومضمونة. والطبقة اللي بره زي ما انتم شايفين كده في الفيديو كانت طالعة مقرمشة قوي، والفراخ من جوه كانت مستوية وما كانتش محتاجة اي حاجة، ولا احتجت ان انا ادخلها الفرن بعد ما طلعتها من على النار ولا اي حاجة. تعالوا بقى ندخل على الفيديو ونشوف عملناها ازاي. اول حاجه طبعا هبتدي اعملها هي تتبيله الفراخ. هجيب عدد من دبابيس الفراخ حسب عدد افراد الاسره، وهبتدي ان انا احط عليها ملح وفلفل وكاري وبهارات فراخ، وكمان بصله مبشوره وتومه مبشوره وطماطمايه مبشوره، وهحط عليها عصره ليمون وحوالي معلقه من الخل. هقلب الكلام ده كله مع بعضه وهتبلها حلو جدا وهسيبها في التلاجة من 3 ل 4 ساعات. دلوقتي بقى هغطيها واحطها في التلاجة وهسيبها في التتبيلة ديت من 3 ل 4 ساعات، ويفضل كمان لو باتت فيها. هطلعها بقى دلوقتي وابتدي ان انا اجهز الطبقة المقرمشة. اول حاجة هحضر معايا 3 بولات. هحط في البولة الاولانية بيضة عليها كوباية من اللبن وعليها فلفل اسود وهقلبها مع بعض. وفي الطبق التاني هحط دقيق معاه معلقتين من النشا وعليه برضو فلفل اسود وبهارات. ومن الطبق التالت بقى هحط الفيجيتار اللي عندي، وكمان هضيف عليه معلقتين من النشا، لان النشا هو اللي بيخليلي الطبقة اللي بره مقرمشة قوي، هو اللي بيخليها تنشف في الزيت. وبعد ما قلبت البيض مع اللبن دلوقتي ضفت الفيجيتار وهضيف عليها معلقتين من النشا. وزي ما قلت لكم النشا هو اللي بيخليلي الطبقة اللي بره كريسبي قوي ومقرمشة. في الطبق التالت بقى ضفت عليه الدقيق، وكمان هضيف عليه معلقتين من النشا. هبتدي بقى اظبط الملح بتاعي والطعم كمان عشان تبقى الطبقه اللي بره ليها طعم مميز. جبت مكعب مرق قسمته على الطبقين، نص حطيته على الفيجيتار والنص التاني حطيته على الدقيق. وفي نفس الوقت جبت نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، برضو حطيت شويه على الفيجيتار وشويه على الدقيق. دلوقتي بقى انا خلاص جهزت الخلطة. هبتدي بقى زي ما بعمل اي بانيه او بعمل اي حاجة كريسبي، هبتدي احطها في الدقيق وبعدين البيض واللبن وهطلعها احطها في الفيجيتار. انا دلوقتي الاول جبت كل الدبابيس اللي عندي حطيتها في الدقيق، وبعد ما اخلص خالص هبتدي بقى اضيفها في البيض واطلعها من البيض على الفيجيتار. طبعا اقدر اكرر نفس الخطوات دي بس على فرخة كاملة، مش شرط بس على دبابيس فراخ، بس بشرط ان انا اقطعها قطع صغيرة قوي علشان اضمن ان هي تستوي معايا في الزيت، لان انا مش هدخلها الفرن تاني وهعتمد على الزيت بس على تسويتها الكاملة. وكمان بتخليلي بقى طعم مميز، بتغيرلي في طعم الاكل. يعني مش هعتمد بقى على الفراخ المسلوقه اللي بحمرها او الفراخ اللي بعملها في صينيه البطاطس، لا كل حاجه بتبقى ليها نكهتها المميزه. وطبعا احنا في نفس الوقت بنحتاج تجديد كتير في الاكل، كل يوم بقى بنبقى محتارين هنعمل ايه. لا احنا ممكن بقى ايه، نغير من الوصفات ونجدد، مش هنشتغل على طريقتنا التقليديه. نرجع بقى للدبابيس بتاعتنا. دلوقتي بعد ما خلصت طبقة الدقيق هبتدي بقى ان انا اضيفها في البيض واللبن وهطلعها من البيض واللبن على الفيجيتار. عايزه اقول لكم ان انا بكرر الخطوه دي مرتين علشان تخلي الطبقه اللي بره سميكه وفي نفس الوقت مقرمشه وكريسبي. يعني بعد ما بطلعها من الفيجيتار برجعها تاني في البيض واللبن وبعدين برجعها في الفيجيتار. وعايزه اقول لكم مهم جدا ان بعد ما بخلص كل الكميه اللي عندي اسيبها ترتاح حوالي ربع ساعه في التلاجة اللي هي تسقع، علشان الخلطه بتاعتي ما تفكش في الطاسه. انا دلوقتي بقى هجيب حله. ليه جبت حله؟ عشان انا كنت محتاجه حاجه فيها غطا، لان انا ههدي عليها بعد ما تحمر وهغطيها عشان اضمن ان هي استوت معايا، مش مجرد بس ما تاخد لون هطفي وهطلع، لا كده الفراخ مش هتستوي. فانا جبت حله بغطا علشان انا بعد ما هحمرها هسيبها في الزيت وهغطي عليها عشان اضمن التسويه بتاعتها.
طبعا انا بسيبها عالي عليها النار لحد ما تبتدي تاخد لون ذهبي خفيف قوي. بعد كده بهدي عليها النار وبغطيها وبسيبها تكمل تسويتها على نار هاديه، وفي نفس الوقت هتتلون وتتحمر وهي على نار هاديه، هتطلع معايا مقرمشه جدا وكريسبي جدا. انا خلاص خلصت ودمت. انا سبتها، بحب اسيبها على فكره فتره كبيره جدا في الزيت علشان ابقى ضامنه ان هي مستويه من جوه. هضيف بقى بقيه الكميه اللي فاضله معايا، ونفس ما عملت في المره الاولانيه هعمل في المره التانية. هسيبها على نار عالية لحد ما اللون بتاعها يبقى ذهبي خفيف، وهبتدي ان انا اهدي عليها واغطي النار وهسيبها تحمر براحتها. انا هنا كنت لسه في المرة دي ما وطتش النار، دلوقتي بقى ههدي النار عليها وهسيبها تستوي. وده كان منظرها بعد ما هديت عليها وسبتها مع نفسها خالص في الزيت. انا بس كل شوية كنت بشيل من عليها الغطا، اقلب على الناحية التانية وبغطي تاني. وده كان منظرها النهائي. عايزة اقول لكم بجد كانت مقرمشة قوي وكانت طالعة حلوة جدا. وكمان لما غطيتها وهي بتتحمر ضمنتني اللي هي تكون مستوية من جوه، والحمد لله فعلا طلعت مستوية جدا من جوه وجميلة. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم، واتمنى تجربوها وتطلع ناجحة معاكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة، ودعموني بكومنت، وانتظروني فيديو جديد ان شاء الله.